مساء الخير عليكم الاخوه الافاضل في هذا المجمع الهام لانه متعلق بحقوق الانسان في منطقه تعتبرها انا شخصيا انها من اهم المناطق في العالم التي تنتهك فيها حقوق الانسان للاسف على التراب الوطني. اذا الموضوع هذا اللي هو حول النظام الجزائري مؤخرا انه يعني في شكل يثير الاستغراب اثناء انعقاد مجلس الامن ان يتكلم عن او يطالب بتعديل او تقديم تعديلين على مستوى مشروع قرار مجلس الامن القاضي بادخال مهمه او مراقبه حقوق الانسان من قبل بعثه الامم المتحده بالصحراء المغربيه، في حين ان حقوق الانسان تنتهك بولايه تندوف، وان النظام هذا اللي يقول في الماده 39 من الدستور ان يعني الماده 39 تتكلم على ان الدوله الجزائريه تضمن عدم انتهاك حقوق الانسان. هذه ماده في الدستور الذي تم تعديله في نوفمبر 2020، وانه يحظر اي عنف، نتكلم عن الماده 39، عنف بدني او معنوي او اي مساس بالكرامه، ويعاقب القانون، هذا في الدستور تاع الدوله الجزائريه، يعاقب القانون على التعذيب وعلى المعاملات القاسيه واللا انسانيه او المهينه والاتجار بالبشر. كل هذه البلاوي وكل هذه الجرائم موجوده بتراب ولايه تندوف. اذا مشينا الى السياق التاريخي والجغرافي للمخيمات، اول الجرائم التي ارتكبت في حق سكان الصحراء هي جريمه الاختطاف باش يعمروا تلك المخيمات في 74 وفي 75 كانوا يخطفوا. وهنا نقول لكم انا مؤخرا توصلت الى معلومه مفادها ان الجيش الجزائري قبل المسيره الخضراء كان يتوغل في تراب الصحراء المغربيه، وساهم بدعم الميليشيات البوليساريو انذاك الى تسهيل عمليه اختطاف العشرات من العائلات الذين اقتيد يعني خطفوهم وجابوهم للمخيمات، طبعا باش يكونوا تلك المخيمات اللي تتكون من 5، طبعا اللي ما يعرفش هناك 5 مخيمات. اهم مخيمات هذه المخيمات كاين الرابوني، سماره، اوسط والداخله. هذه المخيمات التي اليوم بعد مضي تقريبا 50 سنه اذا شفنا السكان اللي عندهم علاقه بمنطقه النزاع المسجله في الامم المتحده وهي اقليمي الساقيه الحمراء او الساقيه الحمراء ووادي الذهب، سنجد ان اولئك الذين لهم ارتباط وفقا للاحصاء الاسباني سنه 1974 هم اقليه. وهنا المشكل، يعني هنا العقده، هذا المشكل علاش معقد؟ لان 80% من اللي موجودين بمخيمات تندوف لا علاقه لهم بالصحراء المغربيه التي حررها المغرب في 6 نوفمبر 1975، وبالتالي المشكل هذا مع مرور الزمن وذهاب اولئك الذين افتعلوا، الراحل هو اللي هو مدين ومن بعد بوتفليقه والقياده اللي كانت حاكمه البلاد باسم الشرعيه الثوريه. هذا الامر معقد، وهذا الامر ان الناس اللي راهم في هذه المخيمات اللي هما كما قال الاستاذ انور مالك هم رهائن، وفعلا هم رهائن وضحايا، لان الوضعيه نتاعهم اغلبهم الان ولدوا على تراب ولايه تندوف، يعني من المفروض ان عندهم حق المواطنه، ما هم لاجئين، ما هم مواطنين جزائريين، ما هم يعني ما هم اغلبهم مرتبط بمنطقه النزاع. وبالتالي النظام الجزائري يتملص من مسؤوليته ويرفض احصاء، لان اذا احصينا سكان اولئك او تلك المخيمات غادي نكتشفوا الحقيقه هذه اللي يعلمها الكثير، ولكن النظام الجزائري باسم الدوله الجزائريه يتملص من هذه المسؤوليه. وكنا شفنا في القرار الاخير، قرار مجلس الامن، اصر على ضروره احصاء سكان المخيمات. طبعا كما قلت لكم الوضع القانوني تاعهم يقولوا لهم لاجئين، تقرير الامين العام للامم المتحده يقول هم لاجئين، لكن هل هم
فعلا يتمتعون بحقوق اللاجئ؟ لا، طبقا لمعاهدة جنيف 1951 لا يتمتعون بحقوق كلاجئين. ما عندهمش حرية التنقل. الواحد اللي في المخيمات تاع تندوف لا يحق له مغادرة المخيمات أو الذهاب إلى مدينة تندوف أو إلى مناطق أخرى داخل التراب الوطني دون إذن، مش فقط من قيادة الميليشيات، بل الإذن من القطاع العسكري، القطاع العملياتي أو ثكنة المخابرات بمدينة تندوف. الناس اللي هم في المخيمات يعانوا من استغلال سياسي للمساعدات طبعا الإنسانية، وأنا كنت شاهد عيان على كيفية تسويق تلك المساعدات في أسواق الجملة بمدينة وهران ومعسكر وسيدي بن عباس الغرب الجزائري. وكنت صغير أنا شخصيا، مرة إحدى العجائن اللي كانوا دايرين فيها هذه هدية من الشعب الإيطالي إلى الشعب الصحراوي، تباع في محلات البقالة بمدينة وهران. يعني استغلال هذا أو تهريب أو تحويل المساعدات التي كانت تأتي في أغلبها من الاتحاد الأوروبي إلى مخيمات تندوف ماهيش 10 سنوات الأخيرة، الأمر يعني تقريبا أكثر من 35 سنة والمساعدات يتم تحويلها وعدم توجيهها إلى سكان تلك المخيمات. هناك أمر آخر هام جدا وهو غياب حرية التعبير داخل مجتمع داخل هذه المخيمات. طبعا من المستحيل أن تكون هناك حرية تعبير داخل مخيمات تندوف، وهذه المخيمات التي تديرها ميليشيا البوليساريو مدعومة من طرف نظام أصلا هو يتبنى الفكر الشمولي ومصادق إرادة الشعب الجزائري ومانع يعني عنه حرية التعبير، وبالتالي الناس ما تقدرش تعبر عن ما يختلج في صدورها وعن مآسيها وعن ما تعانيه في تلك المخيمات. واغلبهم ممن رفضوا ذلك الوضع تم اختطافهم، قتلهم او زجوا بهم في سجون البوليساريو اللي خدات صيت عالمي مثل سجن الرشيد معروف. يعني اغلب الحقوقيين في العالم يعرفوا واش هو سجن الرشيد بمخيمات تندوف. هناك مسألة أخرى التي طبعا ما يقدرش النظام الجزائري ولا ميليشيات البوليساريو أنه يكذبها. يعني هناك مسألة تجنيد الأطفال. تجنيد الأطفال اللي تقريبا يعني شفنا أثناء الزيارة الأخيرة ما قبل الأخيرة للمبعوث الأممي إلى مخيمات تندوف كيفاش أحد الأطفال لابس زي عسكري وسلم عليه، يعني قدم له التحية المبعوث الأممي. وهذا يأكد على أن تلك الطفولة في المخيمات طفولة يعني سرقوها الأطفال. يعني الأطفال هناك لا يتمتعون بحقوق الطفل، ويتم يعني شحنهم منذ الصغر على كره المغرب، شحنهم منذ الصغر على استعمال السلاح. يعني ما يكبرش طفل، يعني ما يمرش بمراحل نمو طبيعية مثل باقي الأطفال. هناك أمر متعلق بوضعية سوء التغذية اللي مرده طبعا تهريب المساعدات، والاكثر من ذلك ان المساعدات حتى تلك التي ترسل الى المخيمات ما تكفيش سكان تلك المخيمات باش يكون هناك نمو طبيعي للاطفال والناس يعني ما يكونش عندها سوء تغذيه، بالاضافه الى تفاقم الامراض على مستوى مخيمات تندوف. كل هذه الجرائم وكل هذه الوضعيه المزريه اللي تعيشها تلك المخيمات بتراب ولايه تندوف وثقتها تقارير المنظمه الدوليه يعني اكدت على وجود انتهاكات، وجود وضع غير طبيعي بمخيمات تندوف. لكن رغم كل تلك التقارير انا شخصيا اعتبر ان هناك تقاعس كبير على مستوى المنظمه الدولي تجاه إدانة وتحميل النظام الجزائري على ما يحدث بمخيمات تندوف، لأنه كان من المفروض أن هذه المخيمات بعد مضي 50 سنة يتحرك المنظمة الدولي من أجل وضع حد لمثل هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في تلك المنطقة. ولكن للأسف هناك
هناك يعني ماهوش سكوت لكن غض بصر او تقاعس فيما يخص إدانة النظام الجزائري، اللي طبعا هو يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يحدث بمخيمات تندوف، وكيف لا وقد سلم الولاية القضائية والقانونية إلى ميليشيات هو يعتبرها جمهورية ويعترف بها ويقول بأنها دولة كاملة الأركان، لكن الحقيقة أنها لو كانت دولة كاملة الأركان لا يعني كانت عندها اصلا ارض، وبالتالي هو روحه متناقض مع نفسه يأكد على سيادته على تندوف في حين يعامل دوله على ارض، يعني يعامل جماعه او ميليشيا على ارض ولايه تندوف كدوله كامله الاركان. انا نتمنى من الاشقاء في المغرب ان يركزوا على هذه المساله، وان يكون هناك حمله دوليه. وعجبتني الفكره يعني التي تكلم عليها السي مصطفى بن علي عندما عرف بالاستاذ انور مالك اللي هو رئيس المرصد الدولي لملاحقه جرائم ايران، ان ينشا مرصد دولي لملاحقه جرائم النظام الجزائري وجرائم جبهه البوليساريو في حق ساكنه تلك المخيمات. احنا ساكنه تلك المخيمات الان المفروض ان كما راهم يعني ما نميزوش بيناتهم، يعني كلهم ضحايا، والمفروض ان تتوقف هذه الممارسات الفظيعه والشنيعه ضد اولئك الذين هم في حكم الرهائن وهم في حكم يعني الاسرى لدى النظام الجزائري، اللي هو طبعا يعتبرهم ان فون كوميرس، سجل تجاري. وهذا السجل التجاري طبعا اللي احنا متفائلين بانه على مشارف انتهاء صلاحيته، يعني هو راه يلعب في الوقت بدل الضائع، ونتمناه ان شاء الله ان الاشقاء في المغرب يركزوا على هذه المساله، خصوصا ان المغرب اكد على انه تقدم بشكل كبير في السنوات الاخيره في مجال حقوق الانسان، والتركيز هذا ما يكونش تركيز فقط يعني تركيز يكون على المستوى الاعلامي في المنظمات الدوليه والهيئات الدوليه من اجل فتح هذه الممارسات وزياده الضغط على هذا النظام، اللي نعتبره هو الطرف الرئيسي، ان بوليساريو تشكل مجرد اداه في يد هذا النظام. الطرف الرئيسي في هذا المشكل هو النظام الجزائري، اللي هو طبعا دائما نقولها لن يكون ابدا جزءا من الحل، لانه هو المشكل بذاته. وشكرا لكم. شكرا.